ال20 معلومة جايين دول ملهمش أي علاقة ببعض، وغالبا انتوا ما كنتوش تعرفوهم. السحاب رغم انه طاير في السما فوق إلا انه تقيل جدا، يعني السحابة الواحدة عادة بيبقى وزنها 500 طن، يعني 500 ألف كيلو. لو مش متخيلين ده كتير قد ايه، فده وزن 100 فيل أو 4 حوت أزرق. ده عشان السحابة رغم انها ممكن تبان صغيرة واحنا باصين لها من على الأرض، بس هي في الحقيقة كبيرة جدا. الافريج بتاع حجمها حوالي كيلو متر مكعب. السبب بقى ان رغم وزنها هي برضو بتبقى طايرة في السما كده، هو ان ببساطة كثافتها اقل من كثافة الهواء اللي حواليها. نفس السبب اللي بيخلي الزيت يطفو فوق المية حتى لو كان وزنه اتقل من المية اللي تحتيه. في جزيرة اسمها جزيرة فولفو على اسم ماركة العربيات السويدية، بس سبب تسمية الجزيرة بالاسم ده غريب شوية. مش عشان مثلا في مصنع فولفو على الجزيرة دي او ان صاحب الشركة عايش عليها، لا، هي اصلا جزيرة صغيرة جدا مساحتها اقل من 50 متر مربع. السبب بقى انها اتسمت بالاسم ده هو ان في عربية مركونة على حتة الارض الصغيرة دي ومحدش عارف يحركها ولا يجي جنبها من 2012، واللي عمل كده هو صاحب ورشة تصليح عربيات قريبة من البحيرة دي. عمل كده كدعاية للورشة بتاعته. ولو عايزين تعرفوا هو ازاي يوصلها لحتة الارض دي اللي في نص المية، فهو عمل كده بانه ركن العربية على ابعد حتة في الشط جوه المية، بعد كده استخدم حفار عشان يحفر حواليها ويحوطها بالمية من كل حتة. الدول اللي بيبدأ اسمها الانجليزي بحرف الاي اماكنهم كلهم على الخريطة على خط مستقيم، والمعلومة دي مش محتاجة شرح، يعني هو لو بصيتوا على الخريطة هتلاقيهم كلهم على نفس الخط كده. والدول دي هي ايسلندا واندونيسيا وايرلندا وايران وايطاليا والهند، انديا والعراق. وبمناسبة ايسلندا ما فيهاش ناموس. بصراحة هي فيها. المعلومة دي كانت هتبقى صح لو قلتها قبل شهر اكتوبر اللي فات، لانهم في اكتوبر اللي فات اكتشفوا اول ناموسة في ايسلندا. السبب ان ما كانش فيه ناموس قبل كده هو ان ببساطة الجو بيبقى برد جدا طول السنة بشكل مش بيسمح للناموس انه يعيش ويتكاثر. سبب بقى ان الناموس بقى موجود هناك دلوقتي محدش لسه متأكد منه، بس الترجيح هو ان بسبب ارتفاع درجات حرارة الارض السنين اللي فاتت سمح اخيرا للناموس انه يقدر يعيش هناك. حرفيا وانا بكتب المعلومة دي كان في ناموسة بتقرصني، وكنت بتخيل قد ايه موضوع ان مفيش ناموس ده هيبقى ممتع جدا. معلش يا ايسلندا، بس انتوا هتضطروا تتعاملوا مع كائن في منتهى الغلاسة الفترة الجاية. النشيد الوطني الاسباني مش نشيد، او على الاقل مش بالمعنى الحرفي. لو اتفرجتوا على ماتش المنتخب اسبانيا هتلاحظوا ان في بدايه الماتش المنتخب التاني بيقف ويغني النشيد بتاعه، لكن لما نشيد اسبانيا بيشتغل محدش بيغني، كل اللعيبه والجمهور كمان بيبقوا ساكتين. ده مش قله احترام للنشيد، لكن ده ببساطه لان النشيد بتاعهم ما فيهوش كلمات، موسيقى بس. والعالم كله ما فيهوش غير 4 دول بس ما عندهمش كلمات في النشيد الوطني بتاعهم، منهم اسبانيا طبعا، ومعاهم البوسنه والهرسك وسان مارينو وكوسوفو. اكيد كلنا عارفين ان في بني ادمين عندهم حساسيه من حيوانات معينه، مثلا بابايا عنده حساسيه من القطط، لو لمس الشعر اللي بيقع من القطط بيعطس وعينيه تحمر ويهرش ويجيله الرجيك رياكشن. لكن هل كنتوا تعرفوا ان الحيوانات كمان ممكن يجيلها حساسيه من البني ادمين؟ حيوانات كتير منها الكلاب والقطط ممكن يجيلهم حساسيه من البني ادمين وتظهر عليهم اعراضها، خصوصا لما يتعرضوا للقشره او الجلد الميت اللي بيقع من البني ادمين. واعراضها شبه اعراض الحساسيه العاديه برضو، يعني بتخليهم برضو عايزين يهرشوا. بس ما تقلقوش لو اكتشفتوا ده في الحيوان الاليف بتاعكم، في ادويه ممكن ياخدوها عشان تضيع الاعراض دي. وممكن يكون حد فيكم استغرب من كلمه الجلد الميت اللي بيقع من البني ادمين، اللي انا بقول ان هي بتسبب الحساسيه في الحيوانات الاليفه دي. بس احنا كبني ادمين طول الوقت بينزل مننا خلايا جلد ميت، وكده كده الخلايا دي في العادي بتتجدد. بس الاغرب بقى ان خلايا الجلد الميت دي بتقع بكميه كبيره جدا لدرجه ان هي المكون الاكبر في التراب اللي موجود في البيت. عشان كده مسح التراب جزء مهم جدا من التنظيف المفروض محدش يتجاهله، خصوصا ان في سوس او قراد بيتغذى على خلايا الجلد الميت دي. التعابين بتشم بلسانها، اكيد لاحظتوا لو شفتوا فيديوهات قبل كده للتعابين او لو شفتوها على الحقيقه. مش عارف ايه الظروف المرعبه اللي ممكن تخليكم تشوفوها على الحقيقه، بس اكيد لاحظتوا ان طول ما هم ماشيين عمالين يطلعوا لسانهم. ده عشان بلسانهم بيلقطوا الجزيئات اللي في الهواء اللي شايله الريحه ويدخلوها على عضو في سقف بقهم اسمه جايكوبسونز اورجن، ودي الطريقه اللي بيقدروا يشموا بيها الفريسه اللي عايزين يصطادوها. بس الغريب ان التعابين عندها فتحات مناخير. طب بيعملوا بيها ايه؟ العلماء بيرجحوا ان فتحات المناخير دي بتساعد اللسان برضو عند التعابين في حاسه الشم، بس اللي متاكدين منه ان فتحات المناخير دي اساسيه في التنفس. جامعه القاهره تم افتتاحها في سنه 1908 من حوالي 120 سنه، وقلت افتتاحها مش انشائها لان وقتها ما كانش ليها مبنى او مقر دائم، يعني كانوا بيعملوا المحاضرات في اماكن مختلفه زي مبنى مجلس الشورى مثلا ونادي المدارس العليا، لحد ما في سنه 1935 اتبنى المبنى اللي مشهوره بيه الجامعه وهو قبه جامعه القاهره.
وده اتبنى على قطعة أرض كبيرة اتبرعت بيها الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل، واعتبر المكان ده هو المقر الدائم لجامعة القاهرة. بس الغريب إنه مش في القاهرة، هو في محافظة الجيزة، بس الجيزة من ضمن القاهرة الكبرى يعني، فمش مشكلة عادي. أسرع حيوان على الأرض في العالم معروف إنه التشيتا اللي بتوصل سرعتها ل 104 كيلو في الساعة، بس الأسرع منها شوية هو نوع سمك اسمه بلاك مارلين، وده سرعته ممكن توصل ل 130 كيلو في الساعة. وأسرع من السمكة دي كمان نوع من أنواع الدبان وهو ذباب الخيل أو الهورس فلاي، وده سرعته بتوصل ل 145 كيلو في الساعة، عشان كده صعب قوي تموته دبان. أما الأسرع منهم كلهم بقى فهو الصقر الشاهين اللي ممكن توصل سرعة طيرانه في الهبوط لقرب 300 كيلو في الساعة. دول كانوا 4 معلومات في معلومة على فكرة: أسرع حيوان على الأرض، أسرع سمكة، أسرع حشرة، وأسرع طائر، وترتيبهم كمان، فهم يعتبروا 5 بس مش مهم. الطماطم فاكهة وخضار في نفس الوقت، حسب انتوا بصين لها من انهي زاوية. العلماء وخبراء الزراعة بيصنفوها على انها فاكهة، ده لانها زي الفواكه التانية بتنمو من مبيض الزهرة، وكمان جواها البذور بتاعتها. بس رغم ان في طعمها سنة سكر خفيفة، بس معظم الناس وهي بتاكلها ما بتحسش بالسكر ده. وعلى فكرة مش بيأثر كمان على الجسم زي تأثير اكل فاكهة مسكرة فعلا، عشان كده معظم الطباخين وخبراء التغذية بيصنفوها على انها خضار. لو ضربتوا 111 مليون 111 ألف 111 في 111 مليون 111 ألف 111، يعني لو ضربتوا رقم عبارة عن 9 وحايد في نفسه، النتيجة هتبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1، يعني كل الأرقام من 1 ل9 بعد كده الواحد تاني. رغم ان اي حد ممكن يفتكر ان الولاعة هي التطور بتاع اعواد الكبريت لان تحس انه فيها تكنولوجيا اكتر كده، الا ان الولاعة تم اختراعها قبل اعواد الكبريت. في سنة 1823 كيميائي ألماني اخترع الولاعة، بس مش عشان السبب اللي هي بتستخدم ليه دلوقتي، لا اخترعها عشان يستخدمها في أبحاثه. بعدها ب3 سنين في 1826 كيميائي إنجليزي اسمه جون ووكر اخترع أعواد الكبريت اللي بتشتغل بالاحتكاك زي اللي موجودة وبنستخدمها دلوقتي. الجهاز الدوري للإنسان اللي هو الأوعية الدموية والعروق وكده، لو اتفرد على الأرض على خط واحد بالطول هيبقى طوله 100,000 كيلو متر. لو مش متخيلين ده طويل قد ايه، فده ممكن يلف الكرة الأرضية كلها 2.5 مرات. أسرع جول تم إحرازه في كرة القدم هو جول السعودي نواف العبد في مباراة في 2009 للشباب تحت ال 23 سنة، وده جه بعد سنتين بس من بداية الماتش. بس للأسف رغم كده اللقب ده مش محسوب ليه، وده بسبب إن المباراة نفسها الفيفا ما حسبتهاش، وده عشان كان مشارك فيها لعيبة أكبر من 23 سنة، وده يخلي أسرع جول متسجل فعلا في الفيفا هو جول جافن ستوكس في الدوري الاسكتلندي اللي جه بعد 2.1 من بداية الماتش. بس أسرع جول اتسجل في كأس العالم هو اللي سجله التركي هاكان شكور، وده اتسجل في كأس العالم 2002 في المباراة اللي بين تركيا وكوريا الجنوبية، واتسجل بعد 11 ثانية بس من بداية الماتش. أكيد لاحظتوا إن كل الطيارات لونها أبيض، وده مش لمجرد الشكل أو الشياكة على فكرة، ده لكذا سبب. أولهم إن الأبيض بيعكس أشعة الشمس وبالتالي الحرارة، وده مهم في الأيام الطويلة اللي بتفضل الطيارات مركونة فيها في المطار تحت أشعة الشمس المباشرة. عارفين الحرارة القوية اللي بتحسوا بيها اللي مش بتستحملوها لما تركبوا العربية بعد ما تركنوها في الشمس ساعة واحدة؟ تخيلوا بقى هتبقى عاملة ازاي في الطيارة لما تفضل أيام في الحر تحت الشمس كده. حرارة عالية جدا ممكن أصلا تبوظ أجزاء كتير في الطيارة. سبب تاني برضه هو إن الدهان الأبيض اللي بتدهن بيه الطيارات وزنه أخف من الدهانات اللي لونها أغمق، وفرق الوزن حتى لو بسيط فهو مهم بالنسبة لحاجة بتطير في الهواء. سبب تاني برضه هو إن اللون الأبيض بيظهر فيه الصدى والشروخ بشكل أوضح، فده بيسهل للمهندسين إنهم يشوفوا المشاكل اللي في جسم الطيارة ويصلحوها على طول. الشوكولاتة بقت غالية أوي أنا عارف، بس زمان كانت أغلى من كده بكتير، كانت غالية لدرجة إن في حضارات كتيرة كانت بتستخدمها كعملة زي الذهب. مش الشوكولاتة نفسها بصراحة، هما كانوا بيستخدموا حبوب الكاكاو اللي بيتعمل منها الشوكولاتة. الحضارات دي هي كانت المايا والأستيك والأولمك اللي كانوا بيستخدموا حبوب الكاكاو دي عشان يشتروا بيها بضايع أو يدفعوا بيها الضرايب أو حتى يقدموها كقرابين، ودول كانوا 20 معلومة وانا بجمعهم ما كنتش شايف اي علاقة بينهم، بس انا عارف ان في ناس مخها بيشتغل بشكل غريب يخليهم يربطوا كل حاجة ببعضها حتى لو الرابط اللي بينهم ده رابط عجيب فعلا. لو انتم من الناس دي حاولوا تقولوا لي ايه الرابط ده في الكومنتس، وقولوا لي برضو ايه من المعلومات اللي انا قلتها دي انتوا كنتوا عارفينها قبل كده. وطبعا لو وصلتوا للنقطة دي شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.